صار لي علاقات بالوسط العالمي يعني لعروض الازياء. Please don't stop the music. Please don't stop the music. بمجتمعنا دائما في نفور من قصة عارض أزياء أو ملك جمال العالم كرجل، فهذا الشيء شو سبب لك؟ مثل ما قلت لك قبل انه مجتمع محافظ وهي امور طارئه وجديده عليه، فصعب يتقبلوا هالشيء. وبعدين انه غير انه صعب عليهم يتقبلوا، انا عم اعمل شيء لقدام، يعني ممكن بعد 20 سنه يتقبلوا هالموضوع او يفهموا لشو انا سافرت. على فكره في كثير ناس انه بروح واتكرم برا وارجع بس ما بيعرفوا ليش، احيانا باركوا لي بس ما عارفين لشو. بس تعرفي نحن ببلادنا العربيه ما في احتراف، ما في عنا اسابيع موضه، ما في عنا مثلا يعني الاحتراف بمعناه الحقيقي، يعني نلمسه الاحتراف باوروبا اكثر شيء يعني. فما في مثلا عندنا عواصم موضه عالميه، عواصم الموضه هي لندن، باريس، ميلانو، نيويورك، فهدول يعني صاروا مراكز للموضه، فنحن لسه ما وصلنا لهالمستوى. نبدأ نحكي عن مشاركاتك بأنحاء العالم، كيف كان تقبل الناس لهذا الموضوع؟ من اول مسابقه عالميه رحت عليها هي بفرنسا، مسابقه الفاشن تي في اسمها موديل اووردز، فقدمت عليها. بعد يعني بعثوا عارضين من كل العالم، فانا اختاروني ممثل لسوريا. كنت اول يعني شخص يمثل سوريا بحدث عالمي، واخذوا مقاسات جسمي والصور وهيك عارض احترافي، وعملوا تصويت. فكمان انا يعني انا الفتره الاولى احتليت المركز الاول، بعدين زادت اصوات المانيا فصرت المركز الثاني، وقف التصويت. بعدين بعثوا لي دعوه يعني للفاينل نايت، يعني حدث النهائي هنيك. بعد ما جيت من فرنسا عملوا كمان هو انتخاب ملك جمال واناقه سوريا، كان اول مره. طبعا قدمت عليه، انا ما حسيت انه شيء قليل، انه بعضهم قالوا لي لا انت اخذ ثاني على العالم تيجي بتقدم بحدث محلي، قلت لهم لا خلوني اكون جزء لانجاح الحدث، ما انه اول مره بيصير يعني. واذا انا يعني الفايت بهالمجال ما فيت بهيك حدث فبتركها للناس العاديين، لا قلت خليني انه اشتغل عليه لينجح. فقدموا 1700 شاب من كل المحافظات السوريه، وانا دخلت على هذا الحدث يعني كشخص عادي، ما اعتمدت على الشيء العام اللي قبل. فاختاروا 50 عارض، بعدين اختاروا 10 الفاينلز، عملوا تصويت. كمان الحمد لله احتليت أكبر نسبة تصويت، اجاني 50,000 صوت من كل المحافظات السورية. ف وتوجت. بس هذا الحدث ما أخذ صدى إعلامي لأنه كثير هوجم من قبل الصحافة، إنه كيف يعملوا انتخاب ملك جمال بسوريا يعني. فبعد ما أخذت بسوريا ملك جمال وناقة سوريا، رحت اندعيت على الصين بحدث مانانز انترناشونال، فهنيك سافرت. كنت اول مره، وهنيك كانوا ما بيعرفوا سوريا، قال لهم مستر سيرا انه وير سوريا، انه وين سوريا. فكتير انه عانيت انا، عملوا لي شوك انه جاي من بلد ما بيعرفوها. فانا كنت حاسب الحساب، اخذ معي كتب بالانجليزي، صور، بروشورات عن سوريا، فوزعتها على قد ما قدرت يعني كنت مهمه سياحيه ثقافيه جماليه، فيك تقولي كل شيء.